السلام عليكم. مرحبا أصدقائي الطلبة. لقد أصبح الالتحاق بماستر من الماسترات التي توفرها الجامعات المغربية حلماً كبيراً يراود العديد من الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات. لذلك هدفي من هذا الفيديو هو أن أقدم بعض المعلومات بخصوص ماستر قانون الأعمال. فلا تنسوا أصدقائي الاشتراك في قناة المرجع وعمل إعجاب للفيديو كي يصلكم جديدنا. إذن سنواصل بعد الفاصل. ماستر قانون الأعمال من ماسترات القانون الخاص، يهتم بدراسة كل ما يرتبط بمجال الأعمال والمقاولة والاهتمام بالبنية الاقتصادية من الجانب القانوني وترشيد القانوني للمقاولات، ولهذه الغاية يهدف إلى تكوين كفاءات ذات مستوى من التأهيل في حقل قانون الأعمال، الآفاق العامة، القضاء، المحاماة، التوثيق وخطة العدالة، موظفين في إدارات الدولة، متصرفين وغيرها من المهن القانونية والقضائية، ولوج سلك الدكتوراه، ثم ممارسة مهام التدريس بصفة أستاذ باحث بعدها. الآفاق الخاصة: مستشار قانوني للمقاولات، موظف القطاع الخاص في البنوك، مقاولات التأمين، وباقي الشركات التجارية. هناك شروط عامة مثل التوفر على معدل عام في الإجازة لا يقل عن 12، وهي شروط قابلة لتغير حسب كل كلية، ثم اجتياز امتحان كتابي ثم شفوي. أما الشروط الخاصة فتتمثل في الحصول على نقط جيدة في المواد المرتبطة بالماستر كالقانون التجاري، قانون الشركات، صعوبات المقاولة وغيرها. من المواد الضرورية للاستعداد كما يلي: المواد الأساسية، النظرية العامة للالتزامات، المسطرة المدنية، القانون التجاري، القانون الاجتماعي، قانون الشركات، وسائل الأداء والائتمان، صعوبات المقاولة، القانون البنكي، قانون التأمين، التنظيم القضائي، القضاء التجاري، العقود التجارية. ينبغي أيضاً الاطلاع على القوانين المرتبطة والمتقاطعة مثل قانون حماية المستهلك وآخر المستجدات أيضاً. ومن المواد العامة التي يمكن الاطلاع عليها هي المستجدات وآخر المواضيع في مجال الأعمال، مثل صعوبات المقاولة، حماية المقاولة، مناخ الأعمال والقانون، دور القضاء أو القانون في تحسين مناخ الأعمال وغيرها. المهم هو الاطلاع على المعلومات الأساسية لكل مادة أو موضوع. تتوفر العديد من الكليات على هذا الماستر، وقد تختلف التسمية لكن المضمون هو نفسه. الامتحان غالباً يمر وفق المسطرة الآتية: انتقاء بناء على دراسة الملف، ثم امتحان كتابي يتكون من موضوع عام في مجال الأعمال أو موضوع متخصص في أحد مواده، ثم امتحان شفوي مفتوح على أي سؤال يمكن أن يطرح، لكن بالدرجة الأساسية يركز على شخصية الطالب، ويتم ترتيب الناجحين حسب النقط المحصلة عليها وفي حدود المقاعد المتوفرة. أن يتميز الباحث فيه بالصبر بالإضافة إلى التسلح باللغات، وأن يكون متابع لكل المؤثرات المتدخلة في مجال الأعمال. وفي الأخير أتمنى التوفيق للجميع.